السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي. اليوم طفيلات أنا جبت لكم وصفة طبيعية سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت قوية للشعر المتضرر والناشف والمتقصف والباهت اللون اللي ما فيهش لمعة. من أحسن الماسكات لتطويل الشعر وترطيبه، ماسك لترميم الشعر التالف المتقصف الميت المحروق من كثرة الصبغات والسشوار. هذا الماسك ما شاء الله رهيب، طبيعي لتقويته وعلاجه من جميع الأضرار، يغذي الشعر ويخليه صحي ولامع. يعني يا الطفلات غادي تلاحظوا من أول استعمال فرق كبير ما شاء الله. أنا بالنسبة لي من أفضل الماسكات عندي هذا الماسك يصلح المعجزات ويصلح ويصلح الناس اللي صابغين شعرهم، لانه الناس اللي بحال دابا البنات اللي صابغين شعرهم بالصبغات راه ما يمكنش ديري الحنه لشعرك وديري الاعشاب، يعني لا يجوز. يعني الناس اللي صابغين شعرهم ما يمكنش تضيفي الحنه لشعرك. انا اليوم جبت لكم هذا الماسك المعجزه اللي كيطول الشعر، اللي كيقويه من الجذور وكيعطيه كثافه ما شاء الله. كيرطب كينعم الشعر الجاف المتكسر الباهث، كيعطيه لمعه ما شاء الله. كيف قلت لكم كيطول الشعر بواحد السرعه يعني غير عاديه. كيطول يعني بعد اسابيع قليله غتشوفي شعرك بدا كيطول. مجرد انت كل مره في الاسبوع انت كتستعملي هذا الماسك هذا، غادي تلاحظي، انا نقول لكم من اول تجربه، غادي تلاحظوا شعركم يعني شعركم في واحد اللمعه ما شاء الله، واحد الخفه جميله جدا، واحد الحيويه. سبحان الله، رائع رائع. لأنه هاد المكونات اللي فيهم ياسر من الفوائد والمنافع والفيتامينات للشعر ديالنا، اللي كتغذي الشعر ديالنا وكتقضي على جميع الأضرار اللي كيتعرض لها شعرنا. كيف قلت لكم فيه 3 المكونات. فيه بيضة كاملة بالبياض وبالصفار. الناس اللي شعرها طويل بزاف يمكن تضيف 2 البيضات، انا ضفت هون بيضة كبيرة، يعني بيضة كاملة بالصفار والبياض، وضفت عليهم معلقة كبيرة من العسل الابيض، و3 معالق كبار من منقوع الزيت بالاعشاب. انا هاد الزيت هذا سبق لي حطيته لكم في القناة. انتوما اي زيت متواجد عندكم، هذا ولا زيت الخروع ولا زيت اللوز ولا اي زيت عندك متواجد، يمكن لك تضيفيه. ما عندك هاد الزيوت اللي ذكرت لك، يمكن لك تضيفيه زيت المائدة. زيت المائدة مغذي رائع للشعر، زيت المائدة زيت العافية. المهم كتخلطوهم مع بعضياتهم حتى كتحصلوا على هذا الخليط المتجانس. كيف قلت لكم 3 المكونات، هاد المكونات يعني عندهم ياسر من الفوائد والفيتامينات لشعرنا. بيضة كاملة بالصفار والبياض، ومعلقة كبيرة من العسل. اي عسل عندك، المهم يكون عسل النحل، العسل الاصلي، سواء عسل ابيض كيف هذا اللي عندي انا، او العسل بالاعشاب، اي عسل، المهم يكون عسل النحل والزيت. يعني 3 المكونات كتخلطيهم مزيان وكتوزعيهم على شعرك، على الاطراف وعلى جذور الراس، يعني جذور الشعر، وكتخليهم تقريبا ساعة ونص حتى لساعتين، وبعد غتغسلي شعرك. رائع يا البنات، صدقوني، رائع رائع رائع. المكونات كيف قلت لكم العسل والبيض عندهم ياسر من الفوائد والمنافع لشعرنا. العسل ما شاء الله مكون رائع رائع رائع. كيعالج الشعر ديالنا، وكيعالج هذوك الاطراف اللي كتكون اطراف كتكون تشوفوا الاطراف ديال الشعر كتكون متقصفه ومتكسره وناشفه. هو كيعالج ما شاء الله الشعر، يعني ما شاء الله العسل كيرمم الشعر ديالنا وكيقلل من التكسرات اللي كتظهر لنا فيه، وكيرطب وكيعطي الشعر ديالنا لمعه، وكينظف الفروة وكيعالجها، وهو كيعالجها ما شاء الله من جميع الأضرار، وهو مقاوم للبكتيريا. وكذلك البيض ما شاء الله عنده فوائد كثيرة، يحتوي على بروتين، وهذا البروتين كيقوي الشعر وكيرطبه
وكيعالج هذوك التقصفات وكيعطيه لمعة ما شاء الله، وكيقويه من الجذور وكيطول الشعر. طولت عليكم بزاف في الكلام، اصلا انا ما كنعرفش نتكلم بزاف. المهم انا كنبغي نوضح لكم بانه هاد الماسك هذا راه عنده مفعول كبير لشعرنا، وهاد الماسك هذا عنده ياسر من الفوائد للشعر ديالنا. والله الا كنتمنى منكم تجربوه، ساهل يا البنات، ساهل بسيط، والمكونات راه متواجده في كل بيت ما شاء الله. البيض متواجد الحمد لله في المطبخ، العسل، الزيت، ثلاثه المكونات كتخلطيهم مع بعضهم، كتوزعيهم على الشعر ديالك، كتخلي ساعتين ساعه ونص حتى لساعتين، وبعد كتغسلي شعرك. حبيباتي نتمنى منكم تكثروا لايكات وتشتركوا في القناة، يا كان دائما نجيب لكم الجديد، وني بكم ومرحبتي بكم وسهلا في قناتكم وقناتي و... وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بإذن الله، ووصفة جديدة. وني بكم في أمان الله.